السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ كل عام وانتم بخير. معلش اتأخرت عليكم كده. كنت وعدتكم ان شاء الله ان انا اعمل لكم فيديو بإذن الله كده عشان موضوع الكوتا والكلام ده عشان موضوع تقديم العقودات. انا بس اللي انا طالع له الوقت حاليا طالع لحاجة تانية بس اكلمكم فيها. والحاجة دي بصراحة يا جماعة والله العظيم حرقة دم الواحد. انا عايز اطلع من اسبوع اتكلم فيها، لان بصراحة انا متضايق بأمانة. متضايق ودم محروق اقسم بالله. يعني ربنا هو اللي عالم بالواحد، وربنا هو اللي مصبر الواحد. وبرضه في نفس الوقت الواحد ما كانش عنده الوقت ان هو يتكلم فيها. من ساعتها كل ما اقول هعمل فيديو وانزله بسبب واحد في ميلانو اسمه ميمو. تمام. ده انسان حسالة. ده انسان حسالة، ده مش بني ادم. لان لو قلنا عليه بني ادم احنا كده بنكرمه، انما ده انسان. ولو قلنا عليه حيوان يبقى بنظلم الحيوان. ما حدش يزعل مني باللي انا بقوله ده، لان هو ماهوش انسان، انسان غير سوي، ماهوش محترم. لان ده لو انسان محترم مش هيطلع ويقول كل بنت في ايطاليا، البنات في ايطاليا مش محترمين. انا الفيديو والله يا جماعه انا شفته بالصدفه وانا بقلب كده، فتلاقيته بيقول جايب واحد من اصحابه ولا الناس السرسجيه اللي اخد بالك اللي يعرفها، ويطلع يقول له يعني انت شايف ان بنات ايطاليا مش محترمين؟ انت مين انت عشان تتكلم على بنات ايطاليا؟ انت مين انت يا ابني عشان تعرف ان كانوا محترمين ولا غير محترمين؟ وطلع تخص الناس اللي هم المصريين. طب ليه يا ابني؟ ليه الموضوع ده؟ ليه الكلام ده؟ تطلع تغلط في الناس ليه؟ ليه تغلط في الناس؟ والله العظيم يا ابني انا لو قريب منك لقيت اديك بالجزمه والله. والله العظيم اجي هناك واضربك. امسك الفيديو عليا، روح اشتكيني، روح عاملني. بس والله العظيم يا ابن الحلال، انت اقول لك ايه؟ انت المفروض اخد بالك يعني تتضرب بالنعال، تتضرب على وشك باوسخ لا مؤاخذه يعني حذاء. عشان بس الناس اللي بتسمعنا بس ما حدش يزعل مننا. لان اللي قلته ده انت كده يا ابني انت غلطت في 120 مليون مصري. تطلع انت مين عشان تطلع تقول البنات في ايطاليا كلها، بنات المصريين كلها في ايطاليا وحشين؟ انت مين يا ابني؟ انت يا ابني تطلع تغلط في البنات ليه والناس ليه واهاليهم يقعدوا يسمعوا الفيديوهات ويزعلوا ويحزنوا عليهم. انا واحد من الناس، انا عندي بنت 8 سنين. انا سمعت الفيديو انا دم اتحرق اقسم بالله. اقسم بالله انا دم اتحرق وعايز اطلع من ساعتها. واقول لك ايه، لو عندي شغل مثلا في ميلانو، ولا ان انا بعيد عن ميلانو 3 ساعات، لو انا عندي شغل في ميلانو هعدي عليك اديك على وشك وامشي. اه على وشك وامشي والله. لان انت يعني اقول لك ايه، انا عمال اقول اخد بالك مش عايز اقول عليك راجل لان انت ما انتش راجل. انت ما انتش راجل، وخساره فيك كلمه راجل والله. وعايز اقول لك عليك حيوان، اظلم الحيوان. انك تطلع تغلط في 120 مليون مصري وتقول البنات المصريين هنا في ايطاليا مش محترمين. ده مين اللي قال لك كده؟ او مين وصل لك كده؟ هتقول انا بشوف، انت ما بتشوفش، انت اعمى يا ابني. يا ابني انت اعمى. يا ابني انت اعمى ما بتشوفش حاجه. يا ابن الحلال، حتى لو فرضا في حاجه يعني 1%، او شفت يعني حد مش محترم مثلا من وجهة نظرك اللي هي لا تعتمد ولا حد بياخد بيها، شفتها مثلا شعرها مثلا ماشيه بشعرها ولا حاجه، او مثلا اللبس مثلا مش مظبوط، يعني واجب النصيحه. واجب يعني نطلع نتكلم باسلوب كويس، باسلوب محترم. واجب مثلا نطلع نقول الناس اللي هم الايجابيين او الناس الكويسين في ايطاليا. تمام. من ضمنهم اللي اعرفها معلش لان هي على الساحه وبتخدم الناس وبتعمل دروس، اللي هي داليا ايطاليانو. تمام. تطلع تقول والله دي شخصيه كويسه محترمه، حاجه مشرفه لكل المصريين. دي حاجه ايجابيه تشجع الناس، تشجع الناس اللي هي من وجهه نظرك. لو عندك 1%، او شفت واحده مش كويسه من وجهه نظرك، تمام. لان انا يعني ما سمعتش، ما عمري سمعت ان في بنات في ايطاليا مش كويسين. ما شاء الله البنات اهاليها هنا طالع عينيها وتعبانه وشقيانه، والناس بتنزل من 5 الصبح لحد 6 و7 و8 بالليل علشان
تعرف تحتوي الاسره اللي هنا، وتيجي انت في الاخر يا بني ادم مالكش لازمه، مالكش اي 30 لازمه، تطلع تغلط في الناس. انا بقول لكم والله انا عندي بنت 8 سنين بس انا دمي اتحرق، انا دمي اتحرق، اتضايقت لما سمعت الكلام، انا دمي اتحرق والله العظيم، واتخنقت من الفيديو، وعمال بيتكلم ومش عارف ايه والكلام ده، وردت عليه وهنته في التعليقات. ده مين ده علشان يطلع يهين البنات المصريين؟ ده مين ده علشان يطلع يقول كلام زي ده؟ انا عارف في ناس ممكن تقول انت كده اديته اهميه، انت. انا والله ما كنت عايز اطلع اتكلم، ولا كنت عايز اطلع اعمل فيديو، ولا انا فاضيله، بس والله من حرق دمي، من حرق دمي. يعني حتى لو مثلا الناس تقول هنطلع ممكن نشتكيه كلنا، ان شاء الله حتى نرحله، لان ده مثال سيء للمصريين، ما هوش مثلا حاجه مشرفه، والله مثال سيء يا جماعه، والله العظيم مثال سيء. وده ما يشرف اي حد من الناس اللي بيتعمل لهم دعايه. الناس ما شاء الله فاتحين محلات ومحلات جميله وزي الفل، اكل وشرب وحاجه، بيدخل جوه بيقلب الدنيا وهي يا ابن الناس ما انتش اخد بالك، لا شكل ولا وجهه ولا قبول، علشان تطلع تعمل دعايات لاي حد. يا عم ربنا يرزقك ويصلح حالك، والله انت لما تكون كويس انا افرح لك، لما تكون في السماء السبعه والله افرح لك، لما تكون مثال مشرف للمصريين انا افرح لك، لما تكون مثال مشرف للمصريين انا افرح لك. ما عندك السويس اهو، السويس راجل محترم مؤدب، الناس كلها بتحبه. السويس يعني افورت منه في حاجات بسيطه، اللي هو بيقول لك احنا ممكن مثلا نعيش في اليوم ب 10 يورو ولا كده ولا الكلام ده، لا احنا ما فيش الكلام ده هنا سويسي، لا خد بالك بالناس، بالنسبه للناس عندها عائلات، وبالنسبه للناس بتدفع، ممكن يكون المكان اللي انت فيه بتدفع فيه شويه، يعني بتدفع فيه شويه حاجه قليله، فده طبعا يعني حاجه خدمتك. تمام. احنا مثلا ناس بندفع ايجارات عاليه، بندفع مصاريف كتيره للاولاد. تمام. انا معاك من ابتدائي لحد 5 ابتدائي ما فيش ما بتدفعش مصاريف تمام للاولاد. بس ده طبعا انت عندك اكل شرب، مش عارف ايه، اتوبيسات، الكلام ده كله، مواصلات رايحه جايه، معلش يعني واخد بالك، علاجات، ده انت شايف الجو عامل ازاي، وشايف المصاريف اللي بتصرف ازاي. يعني انا واحد من الناس مثلا عندي عيله، كنت بقول الاول مثلا هيكفينا 1500، دلوقتي لا، لما دخلت وجربت وشفت، لا انت عايز لك من 2000 ل 2200 يورو، قول 2000 يورو يا سيدي عشان تعيش هنا حياه كريمه، عشان تعرف تدفع ايجارك وحاجتك، لو عندك مثلا طفلين ثلاثه. انما طبعا لو دخلت بقى يعني ايه في مستوى التعليم اللي هو العيال، لو عديت مثلا مراحل بعد الاعدادي، طبعا المصاريف بتزيد. ما علينا، السواسي هو انسان محترم، ولك مني اخد بالك يعني التقدير والاحترام، سويسي انت محترم على دماغي. انما اللي اسمه ميمو ده مش محترم، ده يا جماعه مش محترم، ده بني ادم مش محترم، ده بني ادم مش كويس، ده بني ادم المفروض ان هو ينزل يرجع تاني بلده يقعد فيها، لان ده مثال سيء للمصريين، والله يا جماعه والله العظيم مثال سيء للمصريين. وانا لما بشوفه بيطلع وبيتكلم و... والمناظر اللي بيعملها في الدومو ده حاجه مش كويسه. اللي احنا كنا بنسمعه في شباب، بعض الشباب اللي كان جاي عن طريق البحر تهريب والكلام ده، مش عارف، كان باين في ليله راس السنه، باين على ما اعتقد، ليله راس السنه اغتصبوا مش عارف بنت، في شباب مصريين عملوا حاجات سيئه، وفي ما شاء الله شباب مصريين هنا ما شاء الله، ما شاء الله، يشرفوا وعندهم حاجات ايجابيه كتير، وبيطلعوا بيقدموا مثلا، بيقدموا حاجه مشرفه وبرنامج كويس يعني الناس تستفاد بيه. وفي واحد تاني اللي هو مش فاكر اسمه ايه، طلع برضه يتعرف على البنات، وهنا وهنا هما اتنين، وجايين بقى بيوصلوا للناس، او عايزين يوصلوا للناس اللي في مصر، ان انت هتيجي هنا هتدخل اي واحده هتقول لها سلام، هتقول لك سلام وتاخدك في حضنها. مفيش الكلام ده يا جماعه، مفيش الكلام ده. طبعا الفيديوهات دي كلها واللي بيعملوها تمام اتنين على التيك توك، تمام، واحضان وبوس وحاجه، الحاجات دي كلها طبعا متفقين عليها،
الحاجات دي طبعا عشان يلم طبعا نسبة مشاهدات وحاجة وتعليقات والكلام ده متفقين عليه. طبعا اللي اسمه ميمو ده طبعا الواد اللي جايبه ده واقف بيتكلم معاه السرساج اللي شبهه ده برضه متفق عليه عشان يطلع يغلط في بنات بلده. انما يا جماعه الحياه انا برضه يعني عايز اوصل الصوره الحقيقيه للناس اللي في مصر. الحياه مش كده يا جماعه، الحياه هنا تعب. يعني انت مثلا راجل هتدفع عقد عشان تيجي مثلا عقد عمل علشان تيجي هنا وتشتغل، هتتعب تتعب تتعب، بس هتلاقي بعد كده البلد البلد ما بتكسفش حد. البلد جميله يا جماعه وكويسه وما بتكسفش حد، وربنا هيكرمك طالما انت بتسعى وانك تشتغل. ربنا هيكرمك وهيرزقك وهيعطيك وهيمن عليك وكل حاجه. لان في ناس طلبت مني قالت لي اطلع واشرح لنا وقول لنا الدنيا هنا عامله ازاي. الدنيا هنا مش مثلا الحنفيه هتيجي هتفتح هتنزل لك فلوس، لا. الدنيا هنا تعب، وممكن تيجي مثلا تقعد شويه من غير شغل شهرين ثلاثة أربعة خمسة. مش عايز أكتر أكتر من كده أحسن الناس تقول لك أنا بأفور. لا، أنا أعرف ناس قاعدة السنين والله ما بتشتغل. أنا بقول لك والله كلام بما يرضي الله. فالناس اللي قاعدين دول قاعدين يمسك لك مايكات ويوصل لك صورة ويقول لك البلد وتعالى والدنيا حلوة والدنيا جميلة. الدنيا ما هيش وحشة، ولو وحشة أنا ما كنتش قعدت فيها. الدنيا هتعطيك بس عايزة تعب. ما تفكرش ان انت هتيجي مثلا من اول اسبوع اتنين تلاتة هتلاقي الدنيا حلوة. لا، انا بوصل لك الصورة المظبوطة. انما يا جماعه جو الحب والبنت مثلا تقول لها مثلا تشاو في الطريق ولا حاجه تقول لك تشاو بيلو والكلام ده. مفيش الكلام ده هنا خالص. انا عايزاك وانا مش عارف ايه مفيش الكلام ده يا جماعه هنا خالص. يا جماعه مفيش الكلام ده هنا خالص. طالعين يا جماعه مش كده يا جماعه. طالعين يا جماعه مش كده يا جماعه. دي بس انا حبيت اوصل لكم بس الصوره الحقيقيه والمظبوطه، تمام؟ علشان الناس اللي ما بتشوف الفيديوهات دي، والله العظيم في ناس سافرت من ورا اهاليها. والله العظيم انا اعرف ناس سافرت من ورا اهاليها. واحد مات له اكتر من 3 4 اولاد سافروا من ورا اهلهم. مركب غرقت هوب مات. وفي واحد برضه اولاده ماتت سفرهم واحد ورا التاني ورا التالت. والله كلهم ماتوا. مش عارف يا 3 يا 4، يا 3 يا 4. الحياة هنا ما تفكروش ان الحياة سهلة، وما تفكروش انك كويس انك هتيجي عن طريق المية بقى خلاص ما فيش الا هي دي وما فيش الا دي قدامي، فانا هاجي عن طريق المية وتظلم نفسك وتظلم اهلك وتعرض نفسك للخطر والموت. لا، انا مش معاك انك تيجي اخباك بطريقة غير شرعية. انا مش معاك انك تيجي بطريقة غير شرعية علشان ناس ما عندهاش شغل. ما هم عولة، هم ناس ما عندهاش شغل، فبيقوموا جايين طالعين يقعدوا يتمشوا يروحوا يجوا الكلام ده. في ناس بتعمل تيك توك واليوتيوبر وناس يعني بتوصل حاجات كويسه في البلد والحاجات الايجابيه في البلد والسياحه والكلام ده، وبتشجع الناس انها تيجي من بره تتفرج على ايطاليا والحاجات الحلوه الجميله دي في ايطاليا. تمام، دي كويسه جدا، دي حاجه جميله ما نقدرش نتكلم عليها. والاكل والشرب ومش عارف الناس ده يعني لهم مننا يعني كل التقدير والاحترام. انما الناس التانية اللي بتيجي وتقعد تقول ده انا تيجي تتجوزيني وياخدها ويمشي ووردة مفيش الكلام ده يا جماعة. والله ما في الكلام ده. مفيش الكلام ده يا جماعة. مفيش الكلام ده. الشباب اللي بيشوفني دلوقتي والشباب اللي متابعني، تمام؟ حاولوا بالله عليكم اللي يشوف الفيديو ده يشيره علشان الناس. والله العظيم انا لا عايز لا شهرة ولا عايز فلوس ولا عايز اي حاجة. انا الحمد لله بفضل الله انا ربنا راضيني الحمد لله. يعني اللي يعرف محمد كويس يعرف ان انا ربنا راضيني. اقسم بالله انا ما بيدخل لي اي حاجة لا من اليوتيوب ولا من خدمة الناس. انا بخدم الناس لوجه الله، والله العظيم لوجه الله. وناس كتير هنا بتجيلي بعمل لها ورق وحاجات ومش عارف ايه والكلام ده ومش عارف حد عايز كذا حد عايز استضافه حد مش عارف والله لوجه الله اللي ربنا بيقدرنا عليه بعمله. مش بستغل. واللي عايزني مثلا في مشوار معاه بروح ده لو ظروفي تسمح وظروف شغلي تسمح انا بروح معاه. انما طبعا ظروفي ما بتسمحش بقول له والله ما بتسمحش. الوقت بنظبط مثلا وقت مع بعض بنروح.
تمام. فمعلش بقى طولت عليكم، فكان هو يعني الكلام جاب بعضه يا جماعه. فاتكلمت كلمتين كده كنت يعني مخنوق منهم، وعايز اتكلم من زمان على اللي حصل واللي بيحصل. تمام. من الشباب اللي في الدوم، ربنا يهديهم، ربنا يهديهم، ويحاولوا قدر الامكان يغيروا من نفسهم. والانسان اللي هو اللي بيسيء للمصريين او سمعة المصريين. تمام. فاتمنى ان ربنا يهديه وما عادش يكرر الموضوع ده تاني. وانا بقول له يحذف الفيديو، يا اما لو ما حذفش الفيديو ده، انا ان شاء الله باذن الله انا هحاول اتواصل مع اكتر ناس او عائلات مصريين، وهناخد بعضنا كده ونروح نعمل فيه ان شاء الله باذن الله محضر، علشان اللي بيعمله ده اساء لنا لكل المصريين. تمام. طبعا احنا ما نحبش لا نسيء لا المصريين ولا الجزائريين ولا التونسيين ولا المغاربه. الدول العربيه كلها ناس محترمه وعلى دماغنا، ولهم مننا كامل الاحترام والتقدير يا جماعه. انا كنت بقول لكم يا الله، احنا كنا بنصلي في مكان جنبنا هنا. المكان ما شاء الله كان مجمع من جميع الجاليات، مصريين مغاربه توانسه جزائريين سوريين افارقه سنغاليين من بنجلاديش. ما شاء الله ما شاء الله، ناس محترمه وناس كويسه والله. اللبس كله ما شاء الله فضفاض جميل، وناس ما شاء الله بقول لك خاتمين القرآن ما شاء الله. وناس مصريين هنا عائلات اعرفها ما شاء الله عليه، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحفظهم يا رب. انت اللي سيء، وحاول تغير من نفسك، وحاول انك تطلع وتعتذر للناس، يا اما هيبقى ردنا عليك قاسي عليك. وردنا عليك ممكن لو اتجمعنا وعملنا فيك محضر، صدقني ممكن تنتهي لك انك تطرد من البلد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.